يا ترى القراصنة عايزة ايه من جوجو وسيلفر؟ وده ملخص الفصل ال11 لقصة جزيرة الكنز لأولى ثانوي. ولو ما شفتوش بقى الفيديوهات اللي فاتت روحوا شوفوها وتعالوا. يلا بينا. بياخد سيلفر الورقة من القراصنة وبيقول يعني انا كده بقيتش الكابتن؟ اوكي، ممكن بقى يا جورج تناولني النار اللي هناك دي علشان اعرف اقرا الورقة كويس. جورج قال له فكك من حركاتك القرعة دي، احنا واخدين قرار. سيلفر بمنتهى الثقة والديمقراطية قال لهم قولوا لي طيب ليه مش عايزين نبقى الكابتن بتاعكم؟ طلعوا له الليستة وقالوا له 1. كل خطتك فاشله وعمرك ما وعدتنا بحاجه وحصلت. 2. سبت الكابتن ورجالته يمشوا من الحصن واحنا مش عارفين هم راحوا فين، ورفضت اننا نراقبهم واكيد عندهم خطه تانية. 3. بقى الواد الصغير اللي قاعد هناك ده مضايقنا. سيلفر قال لهم خلصتوا؟ ممكن ارد بقى على كل حاجه لوحدها؟ اول حاجه انتوا ما نفذتوش اللي انا طلبته منكم، مش خطتي اللي فاشله، ولو اتقبض علينا بقى لما نرجع انجلترا انتوا السبب مش انا. تاني حاجه بقى انا مش عارف ازاي انتوا ما خدتوش بالكم احنا معانا دكتور على الجزيره وده اهم واحد بينا علشان اغلبنا تعبان ومصاب. وانا قلبي عليكم واتفقت مع الدكتور انه يساعدنا ويكتب لكم على ادويه، خايف عليكم والله. تالت حاجه بقى بالنسبه للواد جوجو فهو معانا، ممكن نحتاجه بعد كده في اي مفاوضات، وعلشان كده ما ينفعش نراقبهم. وبيطلع لهم سيلفر خريطه الكنز. كل القراصنه بتتفاجئ. يطلع جورج يقول لهم هناخد الكنز ازاي بقى لو معانا البيت واحنا معناش سفينه؟ سيلفر بيقول له لا مؤاخذه يا جورج بس انت السبب مش انا. فقول لي بقى مين يستحق يبقى الكابتن دلوقتي؟ مورجان قال له مفيش غيرك يا ابو القراصنه، وكلنا موافقين ومبسوطين على الكلام ده ما عدا الواد جورج. فسيلفر خلى جورج يحرس الحصن طول الليل. في الوقت ده جوجو ابتدى يفكر ازاي سيلفر صايع فشخ كده وعرف يكسب القراصنه، ده غير انه عرف يخبي اللي جواه. تاني يوم الصبح الحصن كله صحي مخضوض على صوت الدكتور وهو بينادي. طلع له سيلفر وقال له انا محضر لك مفاجاه. جوجو واتفاجئ جدا. بعدها قال له فين المرضى اللي عندك عشان اعالجهم؟ والدكتور ابتدى يسال كل قرصان انت خدت الدواء ولا لا؟ جو بيتفاجئ ازاي الدكتور بيعالج قراصنة اشرار. وبعدها الدكتور بيطلب انه عايز يتكلم مع جوجو. القراصنة رفضوا بس سيلفر قال لهم خليهم يتكلموا احنا كده كده محتاجين. سيلفر بياخد جوجو بيروح بيه مكان بعيد بيتاكد ان محدش من القراصنة سامعهم، وبيقول للدكتور انه انقذ الواد جوجو وانت لو ساعدتني الواد الصغير ده هيبقى في امان، وانت لازم تشوف الخير اللي جوايا، وسابهم يتكلموا لوحدهم. الدكتور بيلوم جوجو بيقول له انت سبتنا في اكتر وقت كنا محتاجينك فيه. فجوجو بيعيط عيوطه. بيحكي للدكتور كل اللي حصل معاه وانه سيطر على السفينه. الدكتور بيتفاجئ وبيقول له انت انقذت حياتنا يا واد في السفريه دي اكتر من مره، روح ربنا يبارك لك يا ابني. والدكتور بيلف ويقول لسيلفر ما تحاولش تدور على الكنز عشان خطر. سيلفر وقتها بيقول له انه مش هيعرف ينقذ حياته وحياه جوجو غير لو لقى الكنز. قراصنة ياكلوني. الدكتور قال له تمام اعمل اللي يريحك، بس لو عايز مساعده خلي الواد جوجو جنبك. بيمشي الدكتور وبيقعد سيلفر مع جوجو وبيقول له خليك قريب مني يا ابني ناخد بالنا من بعض وندور على الكنز. هو سيلفر بقى تحول لقرصان كيوت ولا نفسه يرجع طباخ تاني وزهق من وجع القلب ده؟ وهل بعد كل الهري ده هيلاقي الكنز اصلا؟ هنعرف الفيديو الجاي عشان هيبقى الاخير.